على الحديث الذي دار من جزئين على يومين متتاليين بالأمس وقبل الأمس. هل سمعت خطاب السيسي امبارح؟ والله العظيم عايز اسمعه. كل حاجه بيقولها اصلا ما تتعقلش. يعني واحد مثلا سفاح زي ده نسمع له ايه؟ واحد سفاح زي كده نسمع له ايه؟ هيقول لك ايه يعني؟ واحد مثلا رائع ايهام شاهين والاستاذه فرح عبده اللي هي واخده الجايزه، تمام؟ وكل حاجه، كل الاعلام كله تطبيل. والله هو اهم تصريحات في قاله المشير السيسي امبارح وضع البلد اللي هو معترف بيه، لو هو ما نكرش ان البلد فيها مشاكل والبلد فيها وفيها، بس عشان الدنيا تتظبط لازم الناس كلها تقف مع بعضها. هل حضرتك سمعت خطاب المشير امبارح؟ سمعته. طيب اهم النقاط اللي انت سمعتيها او اللي عاوزاه هو يناقشها؟ اللي عايزاه يناقشها يشوف حقوق المعوقين، لان حقوق المعوقين ضايعين مش موجودين، لان ما بسمعش حد بيتكلم عنهم خالص. ما بشوفش حد بيتكلم عنهم خالص. تمام. طب ايه رايك في مدى حبك للمشير السيسي وتوجيه السلام؟ اوجه له رساله بصراحه بامانه، يعني ما فيش كلام ينفع اقوله له، ما فيش حاجه اوصفها له بصراحه. هو انسان فوق الوصف. في شخصيه واضحه، في رؤيه واضحه شويه في بعض النقاط عنده، بيعرف يعبر عن نفسه كويس جدا، محضر نفسه كويس، واضح هو عايز يعمل ايه. سمعت خطاب المشير السيسي امبارح؟ لا ما سمعتوش طبعا، لانه هو العمليه محسومه. مين الرئيس محسومه، باين قوي مين الرئيس ومين هي باينه قوي من الاول، فهي مسرحيه هزليه. إذا انتهى اللقاء الاستثنائي والمسجل، وتاني بأكد الممنتج بأكبر كمية مونتاج ممكن تشوفوها في حوار رئاسي، وما شفتش حد من الفنيين والمهنيين في مجال الإعلام المصري بيتكلم عن هذه النقطة. الكل مر عليها مرور الكرام، يكذب ويقول إنه مش متمنتج. رصدنا في اليومين المتتاليين أكتر من 115 وقفة مونتاج في حديث قعد 4 أيام عشان يصل بهذه الطريقة، ووصل بكل هذه السلبيات اللي حضراتكم شفتوها. ايه السلبيات؟ مثلا ان جزء كبير جدا من الحديث في الجزئين كان ماشي على لعبة جهز لي الكورة عشان اشوط، جهز لي الكورة عشان اشوط. واول مذيع في اول سلمة في الاعلام عارف ان لم يكن هناك ضغط اطلاقا على الرجل، تتبصيله الكورة فيقوم شايط، تبصيله الكورة فيقوم شايط. وكل الاسئلة الاستفهامية والاستراتيجية والمهمة والتفصيلية لم يكن لها وجود. هل كانت موجودة وحذفت في المونتاج؟ هل تم التجاوز عنها؟ محدش عارف. وتاني بذكركم وان ده شيء مهم جدا، ان ما زال الرجل يعيش في القوقعة ولا يريد ان يخرج من هذه القوقعة، وهو شايف ان طول ما الشعب موافق على كده ان انا عادي اكمل بالقوقعة واكمل بدون اي مواجهات. حقيقي رغم رضانا عن المشهد كله والحكاية كلها اطلاقا هي مسرحية هزلية، ولكن في كل الاحوال حتى كان كمالة المسرحية دي مناظرة مع حمدين، مش عشان احنا عارفين ان حمدين هيكسب سيسي ولا السيسي هيخسر من حمدين، لا مش هي دي الحكاية. هي رسالة بس عايز اوضحها لكم، لان دايما بقول لحضراتكم ما تمشوش ورا كلامي، لا فكروا. كل ما ادعوكم اليه هو التفكير، انه هو عارف ان عنده نقط خطيرة جدا وسقطات ما عندوش اجابة عنها، وانه عارف انه لو اتحط في مواجهة مع اي حد في حوار مفتوح هيخسر، وانه عارف انه لو التقى مع حمدين او غيره في حوار حقيقي والتاني ده ما كانش مسيطر عليه، هيطلع يقول ان هو مش الحتة الفلانية لو حتى الحوار مسجل، او هو اسقط الحتة الفلانية او اجابته حذفت، لانه عنده عارف ان في 4-5 نقط ملهمش حل يخلصوا على اي قضية ويهدوا انقاض اي مرشح ويجيبوا الحكاية ويجيبوا ضرافها زي ما بيقولوا. فهو حريص جدا ان محدش يلعب في النقط دي. لو دخل في حوار او مناظرة لمدة نص ساعة سيخسرها بكل تأكيد، هو عارف ده، وعشان كده هو حريص عشان ما يخشش في الملعب ده. ونروح للمشهد الوحيد، المشهد الوحيد والذي كان هو مشهدا يعني باقي بيقول للناس ان ممكن تكون ثورة يناير حققت حاجة. طبعا ده بطريقة دعابة. انا عايز اقول لكم ان ثورة يناير حققت وستحقق، حققت يكفي ان هي خرجت الناس من الغيبوبة. في ناس خرجت من الغيبوبة، دخلت في كوما، ماشي، ولكنها خرجت
وهي في الكومة بدأت تتكلم بعد ما كانت بايعة القضية، بعد ما كانت قبل يناير ب3 4 اشهر مسلمة امرها مش لله، مسلمة امرها للحكومة تعمل فيها كيفما تفعل. النهاردة بتفكر غلط. عندنا امل واملنا في ربنا كبير ان بكرة تفكر صح. الحاجة الوحيدة اللي كانت مشهد من اللي غيرتها ثورة يناير بقى على الارض اللي هي التوقيت الصيفي، وطبعا ده كان من الحاجات اللي اتغيرت وشايفين انه مش مناسب، يعني مش حاجة صح، ولكن كانت من الحاجات اللي اتغيرت. الحكومة النهاردة بتقرر عودة العمل بالتوقيت